قلت تنعي حركة نداء تونس وفاة أحد مناظريها وأحد أبناء تطاوين الأشاوس الذين دفعوا ضريبة الدم من أجل استقلال تونس، ودفعوا ضريبة الدم من أجل الثورة المباركة، ويدفعون اليوم ضريبة الدم من أجل معركة الديمقراطية وإنجاح المسار الديمقراطي. الأخ الكريم المغفور له الأخ لطفي نكر الذي وقع اغتياله في أول اغتيال سياسي بعد الثورة نتيجة عملية مخططة ومدبرة في نطاق حملة عنف ممنهجة، أنه وقع اجتماع أولا وثانيا قبل ذلك في منطقة تطاوين، ووقع التخطيط لهذا الاغتيال بحضور أحزاب الترويكا ثلاثة. وللأمانة لابد أن نقول أن أحد الأحزاب تخلف الآخر عن هذه العملية لما أصبح اليوم أصبح الأمر يتعلق بالإبادة، وهو حزب التكتل الذي تخلف حتى نكون شهداء عدل. والعملية هذه المخطط لها تحت غطاء ما يسمى بجمعية حماية الثورة، وهي الآن بعد أن تخلى عليها المناضلين الشرفاء أصبحت عصابة مفسدين متكونة من صعاليك مؤجرين معروفين من طرف الجميع وبالخصوص من طرف السلطة. قلت عملية مخططة لاغتيال نائب حركة نداء تونس الذي لم يكن في أي وقت من الأوقات تجمعيا كما يقال، بل كان يعيش في الخارج، وهو أب 6 أبناء آخرهم عمره سنة. استمعنا إلى ممثل الداخلية، وأنا أنصحه أن يطلب نقلته إلى وزارة الخارجية حتى يكون دبلوماسيا محنكا. وسمعت أيضا إلى السيد وزير الداخلية، وسمعت إلى نائب حركة النهضة، وسمعت إلى الجميع، وسمعت إلى رئيس العصابة نفسه. والحقيقة كلهم يقولون أن هذا توفى في نتيجة سكتة قلبية. وأنا أقول لهم كلكم كذب وبهتان، لأن احنا عندنا بعد تطور الأوضاع في تونس والفيسبوك والوسائل السمعية البصرية، أنا عندي مسجل الحصة بتمامها وكمالها، ومن يريد أن يعرف فأننا على استعداد من تقديم هذه الصورة بالصوت وبالصورة. عملية اغتيال عملية صحن، كلمة صحن ترجموها بالفرنساوية ربما ما بالعربية، لانشاج مدبر ممنهج مسجل، والسلطة على علم وتنظر بعينها ولكنها لا تفعل شيئا بيدها. والأخ الكريم المرحوم له والمغفور له كان نبه السلطة أنه مستهدف
في سورة أن لا يقع استغاثته من طرف أو إغاثته من طرف السلطة، فإنه سيكون يعني مجبور أن يدافع عن نفسه. يعني نرجع إلى سياسة الغابة، يعني كل إنسان يدافع عن نفسه. حوت يقتل حوت ويأكل حوت وغير الجهل يموت، هذا يقع. قلت أنها عملية ممنهجة ومخطط لها. تليفونك يسجل ولا يعيط؟ قبل تليفونك خليته الكهرباء باش ما نقلقوش. بحيث قلت عملية مخططة وممنهجة ومخططة لها من طرف الأحزاب هذوما. يعني الأحزاب في المنطقة يعني طبعا، ولكن ما يكونش يكون هذا بمعزل عن الأحزاب اللي في القاعدة ونقول هذه سياسة العنف، هذه ولات خطر. وقت اللي رئيس النهضة فوفاء تحت الحيوط تعريك امبارح يعني ينادي من أعلى صوته وأن حركة نداء تونس أخطر من السلفيين، أن هذا يسمى العنف السياسي. وهذا يبعث رسالة واضحة لا لبس فيها إلى أتباعه مش أنه يمشوا بالعنف المادي. وهذا هو وقع اليوم، كان وقع زاد أيام قبل. أولا احنا كانوا عندنا يعني مناضلات لحركة النهضة في الشاقص، بعضهم من اجتمعوا في النادي بتاعهم وقع الاعتداء عليهم، والمرأة واحدة منهم كسروا لها خشبها، والسلطة ما حبش تتدخل بالرغم اللي طلبوها. ما عندناش تعليمات وإلا خلوهم ياكلوا بعضهم. نعم؟ نداء تونس. لا. وثانيا وقع الاعتداء على نائب المجلس التأسيسي بضمن تنظيمه وبشكله اللي ما يمكنش معناها ما يعرفوش الناس، وتقطعوا له حوايجه وعطاوه طريحه والسلطه تتفرج. قالوا لهم تفضلوا، ما عندناش تعليمات. كانوا يقولوها بس الناس الشعب يعرف. وهكذا يقول حتى اليوم واحد يجمعوا عليه في المستشفى يعني اسمه لأنه يمكن يعرفون كيف حيث ثم دخلنا توا في سيكل جديد تاع العنف. يعني حجة القوة وقت اللي جات انعدام يعني قوة الحجة. ثم أنكم لابد تقرأوا الصحافة على الصباح، ومن بعض منكم رجال الكريم ما تقرأش الصحافة. مش تعرفوا مش مسألة هكاك كما يقول الآخر يعني صدفة أو حادث طريق. هي رسالة واحدة، أنا ما نحبش نعمل دعاية حتى صحيحة، لكن الكل ولا عن الإعلام استثناء. ليش يقول عملوا بيان هذوما المناضلين اللي قتلوا الرجل. حركة الرابطة الشعبية لحماية الثورة بتطاويل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحذير أو بالتحذير ونعطيه اسم الجريدة باش ما نقولوش نعملوا دعاية لها. قولوا المهرة ولا مسرح، أنا ما نعرفش كل ما هي أنا اللي نعرف نحس ولا غرب يسمون. هاي تحذر الرابطة الشعبية لحماية الثورة بتطوير كل من يتعامل مع التجمعين الجدد. مهما كان اسمهم ولونهم أو أحزابهم، ومن يسهل لهم سبيل فتح مقر. نسكت حتى ذكرنا حال. وهي تؤكد أن أي تجمع جديد، الآخرين مشاو توا بالطبيعة تحب تجمعوا فيها بحيث كلمة حق مراد بها باطل. تجمع جديد دخلنا في
مسألة جديدة. احنا تو احنا الحمد لله كله جدد يعني ما نخدم، لكن تجمعي جديد يسعى الروح في التجمع الميت. وربي يحيي الاموات. قال له ابراهيم قال ربي اريني كيف تحيي الموتى، فقال له الا تؤمن؟ قال له بلى لكن ليطمئن قلبي. ان شاء الله قبلهم قلبهم يطمئن لان احنا جدد ونحن متشرفين باش نكونوا جدد. التجمع الميت لان احنا مش نحيي الموتى ولكن بقعة ربي ان شاء الله. استغفر الله. سوف يعتبر عدو شعب وسوف نعامله هذه الكلمات بما يليق بالإنسان المكروه بغير عدو الله والوطن. هذه ثانيا إذا كان نقولوا هذا رجل ما في سفاهة منيح. أنا عندنا الفيديو كان نحبه مرة في المحاضرة هاول الصحافة الكل يا رجل مدموغ من هذا يا سيدي وجرى يدخل هاو مدموغ. في الحقيقة علاش عملية ممنهجة؟ انتم ماكم تعرفوا اللي ثم الاتحاد العربي التونسي الشغل مشكور قام بمحاولة يعني لأن أفق كلها سد قام بالمحاولة لأن ما نكونش نقعدوا إلى نهاية هو مش حزب ومنظمة وطنية شاركت في حرب الاستقلال وشاركت في بناء الدولة. يقول لك ما نخليوش البلاد بتاعنا تمشي يعني في حيط يعني قام بمبادرة. شكون اللي ما جاش فيها؟ وشكون اللي حضر؟ واللي ما جاوش فيها أو الجريدة بتاعها معلومة مش تعترف الحوار الوطني. شنو رأيهم في الحوار الوطني؟ وأحجار الثورة المضادة. شكون هو الثورة المضادة؟ يا سيدي شفتوا الدومينو هذو معناها يلزمهم يسقطوا واحد بعد واحد. الأولاني اللي يسقط هو بن علي بن القاع والباقي اللي متهيئ للسقوط باجي قيس السرسة طيب المكوش يقولوا هذا قيس كثير انا نشوف هذا العكرمي الشاب هذا اي مثلا العكرمي شاب مسقعة زي ما خلصت في محسن مرزوق وفما حكايه على الاربعه يدخل انت داخل في الامور اللي مش حيث هذا هو الواقع. ولهذا كيف نقول انا شيء راني نعرفش نقول ونتحمل مسؤولياتي. ولهذا تونس دخلت في منعرج سيء جدا. هذه معناها اول ان شاء الله ما يكونش اوله قتل ثم ينهدر ان شاء الله نحكم في قتل، ولكن هنية يلزمنا نقولوا ونأكدوا ان هو في الحقيقه بالرغم من هذا هو مكان الحوار في جيل اللي هم هاربين منه الحوار الوطني وإقامة الاتحاد يسعى منه. ولكن يجب الاتحاد تعرف اللي ما نجموش الى ما للنهايه لا هو نقعدوا يعني في الحوار القاع لانه الاليات تاع التفعيل تاع الشيء القاع مش موجودين. يعني ترى الحكومه هذه مش تنفذ الامور هذيك هذه اللي تو تتفرج في الامور هذه وساكته هي اللي مش تنفذ هذا. حتى البعض يعترف او يعتبر ان ما وقع بالامس هي جريمه دوله. انا ما وصلتش للكلام هذا انما نقول انها جريمه سياسيه ممنهجه وتحمل مسؤولياتها الناس اللي نفذتها، ولكن تحمل هذا مسؤولياتها الناس اللي اعطاوا الاذن فيها واللي سهلوا لها العمليه. حيث نرجع للقضيه اللي احنا عملناها ان الحكومه هذه في شكلها الحالي ما تنجمش تكون هي اللي باش تقوم بالواجب في ظروف مثل هذه. احنا قلنا من لحظه هو الجزء لا يتجزا من المشهد لان احنا ما نضيعوش الفكره مش انا خاطر توا احنا مستهدفين هكا توا نريهم لا الشيء اللي قلناه ما نرجعوش فيه. قلنا انها جزء لا يتجزا من المشهد السياسي في تونس ولكنها لا يمكنها بوحدها وبمفردها ان سير البلاد وزاد لابد ان تحتل المكان الراجع لها في المشهد السياسي ما توليش طاغيه وتولي ايضا
حزب مهيمن على الساحه. ولذلك الحكومه هذه اللي متكونه اساسا من النهضه، وكذلك الحزب المؤتمر اللي هو شاركها في العمليه هذه من الاول للاخر، ولربما هو الفكر المدبر بتاع العمليات هذوما. يعني يلزم قناعه وزاده تفهم اللي يلزم تشارك فيها. وعلى الاقل ان وزارات السياده ما يكونش يكونوا من نفس المناضلين على الحركه هذه. لماذا؟ لان نحن ماشي في وضع يعني حكومه مجلس وطني يحكم الاغلبيه. احنا في حكومه يعني مؤيدها المجلس القومي، المجلس الوطني التاسيسي. والمجلس الوطني التاسيسي هو وظيفته سن دستور، وسن الدستور ما يقعش بالتصويت وما يقعش بالاغلبيه، لان الدستور باش نسنوه مش لفئات الحاكم ولا الناس اللي في الحكم، باش نسنوه لفئات التونسيين جميعا يعني بكل اصنافه وكل اطيافه. ولهذا ما يكون الا بالتوافق، التوافق العريض. هذا احنا سؤال كلنا مش على اخرى. تو تامين كان معنا ضد الشرعيه وكذا، اما جهل لمفهوم الشرعيه او انه سوء نيه ويمكن الاثنين. سكروا التليفون، سي با نورمال. الراجل يتكلم، سكروا التليفون. انا ما نقولش كما الراجل بوندير تفضلوا كملوا. انا نصبر احنا نصبر ونسمع حيث ما نحبوش نطول عليكم. احنا اولا الساعه ماذا بينا نعزيو العائله بتاع الفقيد، وراهو ثم 9 يعني مجروحين ايضا، ثم 2 اخرين موجودين في الانعاش في المنطقه هذه. وثانيا انا راهي عمليه التجريح الذي كذلك يقول عليها راهي مش مازالت ما خرجتش. ما نعرفش كيفاش نائب الداخليه يعرفها القانونيات بسبب سكته قلبيه وكذا. هذا يظهر لي يعني ما يفيد اللي مش قايم واجبه في العمليه هذه. والتليفون ما كناش واحد عندكم باش نبداو موسيقى عند حيث مشات الحكايه والله ما نعرفش واش كان. على كل حال احنا قلنا نعزيو العائله ونعزيو المناضلين بتاع التطاوين، لان احد من ابنائهم، ونعزيو كل الاطياف بما فيهم بعض افراد يعني النهضه في التطاوين اللي هم مستنكرين العمليه هذه. يعني احنا نعزيهم ونكمل كل من تضامن معنا وتضامن مع العائله، وان شاء الله انها تكون هذه اخر شيء نجم نبدو به، وندخل الان في مسار جديد ويرجع الوعي للجميع. على كل حال هذا املنا، ولكن على كل حال اللي مش يقع احنا مش نكونوا نتصدوا له، لان ما عندناش حد ياخذ. هذه توا كما يقولوا الانجليز the struggle for life. واحنا في قضيه حياه او موت، مش للاشخاص، لتونس. ان شاء الله ما ندخلوش في المنعرج هذا يعني، ونخرجوا بسلام ويرجع الوعي للجميع. وبارك الله فيكم، ودك عندكم اسئله تفضلوا.